كل نادي كبير عند اللحظة واحدة غير تاريخه بأكمله، لكن ريال مدريد كان عند اللحظة غيرت تاريخه بأكمله. من 2002 إلى 2014 12 عاما من الانتظار، حلم العاشر صار كابوسا يطارد كل مدريدي، كل موسم يقترب ثم يبتعد، وهكذا. نهائي لشبونة 24 مايو 2014 الدقيقة 90 والنتيجة 1-0 لأتلتيكو مدريد، والجماهير تبكي حتى الدقيقة 92. قائد المركب سيرجيو راموس يقفز فوق الجميع ويضرب الكرة برأسه كمن يصفع القدر، والتعادل 1-1 في آخر لحظة من المباراة. ريال وهنا عاد الريال من جديد. الأشواط الإضافية كانت إعصار أبيض ناري، غارث بيل يضيف الثاني، مارسيلو الثالث، ثم كريستيانو رونالدو يختمها بركلة جزاء. انتهت 4-1 والعاشرة أخيرا في أحضان الملكي. ومن تلك الرأسية انطلقت الإمبراطورية بقيادة زين الدين زيدان. حقق الريال بعدها ثلاثي متتالي من دوري الأبطال، لحظة قلبت التاريخ وخلدت رقم 1 في ذاكرة كرة القدم، وهو 92، اللحظة التي بدأ منها كل شيء. وفي نهاية المقطع يا حبايب القلب، إذا عجبكم المقطع اعمل لايك واشترك في القناة من أجل نحقق هدف الوصول أول 1000 مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.